الجارية في الفلوجة، هل سيتم تحرير كامل المناطق ووصول القوات إلى سوريا؟ أول شيء بحسب الروايات اللي عندنا يا أخي أنه عندنا معركة قرطيسية هي اللي تمتد، هذه داخل العراق، إن شاء الله يطهر العراق بحول الله وقوته. عملت أمريكا بكل ثقلها أنها الفلوجة ما تفتحون حرب الفلوجة الموصل، وتريد تلاعب الناس في الموصل، وعندهم داعش يريدون يلعبون الناس في داعش. قال نتنياهو لعبة داعش تستمر، فأمريكا تريد تلعب الناس في داعش، وهي لها عناصر في داعش تحميهم. أنا قريت أنه بالهليكوبترات في موكب طلع من الرقة سيارات هي تحميه، طائرات أمريكية، لهم جماعتهم في داخل داعش، كأن داخل داعش قسم مع أمريكا وقسم لا ضدها، فهي تحمي جماعتها وتتلعب الناس فيهم وتأخر المعركة. الحمد لله أن الضغط على الحكومة، ضغط الناس لتخليص العراق من هذا الشر المبين، من هذه القاعدة الخبيثة اللي هي على 50 كيلومتر من بغداد، الحمد لله إن شاء الله يتوفقون، والآن قريب الانتصار إن شاء الله، الله ينصرهم ويخلصون أهل الفلوجة. أولا بعضهم هنا يقول أهل الفلوجة هؤلاء مؤمنين 100%، الفلوجة 100% مسلمين، فيها 400 مسجد، فيها 100 حافظ لكتاب الله، 10,000 أستاذ جامعي، هي اللي واجهت الاحتلال الصفوي، ليش أنتم تقتلون هؤلاء؟ هذا داعش بامتياز، وكل الإعلام اللي ضد الحشد الشعبي هو مع داعش، سواء كان إعلام الخليج أو غيره يميل لداعش. يقول ميليشيا الحشد الشعبي وقوات تنظيم الدولة، ما معناه؟ خلاص معناه هو منحاز إلى داعش، هذه أفكار داعشية. نفس أهل الفلوجة الأحرار الأبرار يقول خلصونا من هؤلاء المجرمين اللي ظلموا عباد الله وقتلوا. الآن شوفوا العوائل، خل تحكي لكم العوائل عما فعلوا، اسمعوا لمفتي العراق ماذا فعل داعش والقاعدة في العراق في أهل السنة قبل الشيعة. لذلك نعتقد أنه يجب جهاد داعش لتخليصها. إذا يخافون أن الحشد الشعبي يكون عنده تصرفات، فليدخل الحشد الشعبي، يدخل غيره من القوات الأمنية لتحفظ البلد، وإذا عندهم من أهلها أيضا يستطيعون حفظ البلد بعد أحسن. المهم أن تحرر من هؤلاء الخبثاء القتلة. يقول الأخ أنتم كلمتم عن عائشة وقلت أم المؤمنين، يمكن أن نعبر أم المؤمنين، عندنا بعض علماء يعبرون يعني اللي يسموها أم المؤمنين. نحن نعتقد بأن أم المؤمنين لقب تشريفي حصانة لأزواج النبي صلى الله عليه وآله وأزواجه أمهاتهم. وعندنا أيضا أن رسول الله قال لعلي يا علي من عصتك منهن فطلقها، يعني انزع عنها صفة أم المؤمنين. والعجيب أن هؤلاء المتعصبين لعائشة رحمة الله على العلامة الحلي قدس الله نفسه ما يقولون لغير عائشة أم المؤمنين أبدا، لا أم سلمة ولا ميمونة ولا زوجات النبي يذكرونها اسمها حافظ، ما يذكرون إلا عائشة أم المؤمنين. نقول لهم أنه أم المؤمنين إذا لم ينزع عنها الصفة أمير المؤمنين سلام الله عليه.